عندنا برضه مهرجان المرأة في أسوان، وأيضا أصبح قريب جدا إلى قلبي. مهرجانات المرأة ليها طابع خاص كده، وتحس إن أنت في بيتك، يعني تحس إن أنت في حميمية. أما جيت السنة دي حسيت الحقيقة بطفرة كبيرة، وإن حسيت إن المهرجان اتقدم بشكل كبير جدا. إن الواحد يتكرم. صباح الفل يا دكتور. ان البني ادم يتكرم من بلده او من اي تكريم كان، بيبقى شبه طبطبه على كتفك، ان حد يقول لك برافو، انت كويس، انت شاطر وكمل. فبيبقى الواحد سعيد جدا باي كلمه ثناء او اي شكر او اي تكريم. اكيد بيبقى حاجه جميله جدا، بس ان التكريم ده يجي من المغرب، الشعب المغربي المثقف الواعي المحب للفن والفنان المصري، بيبقى ليه واقع كبير وجميل على القلب. فحقيقي شكرا على هذا التكريم، وشكرا مهرجان سنة. لأنه وجدت هذه الفرصة لكي أسألك الاشتغال مع عادل إمام، يعني هذه واحد يمكن أن أقول أن يعني في مسارك هذه النقطة ولا هذا الاشتغال كان مميز، وخصوصا أنه اشتغلتي معه ومن بعد طردك مرة ثانية في المسلسل اشتغلتي معه. كيف كان الاختيار أول مرة؟ كيف كان الاشتغال مع عادل إمام؟ طبعا الأستاذ عادل إمام غني عن التعريف، هو الهرم الرابع عندنا في مصر، هو الهرم الأكبر في الفن المصري. أما جيت المغرب برضو مع فيلم السفارة في العمارة، أنا استقبلت استقبال الفاتحين بس عشان أنا في فيلم الأستاذ عادل إمام. فطبعا اللي بيقف جنب أستاذ عادل إمام، في مقولة كده بتتقال بالإنجليزية you get more by the lion's mouth، يعني أنت بتاخد أكتر لما تقف جنب بق الأسد. فوأنت واقف جنب عادل إمام أنت واقف جنب بق الأسد، فيعني أنت واقف جنب الأسد نفسه. حتى على فكرة أستاذ عادل لو دققت في ملامح وشه، هو في ملامح من الأسد حقيقي والله، مش بهزر. وما تقدرش تبص له كتير لانه عنده رهبه وكاريزما جباره، يعني كاريزمته كده. انا كنت في اي ميتنج اقابله بالصدفه، مثلا عند استاذ عمرو عرفه في المكتب، قبل ما اشتغل معاه كنت ما احبش اقعد قدامه، بخاف جدا. فتلاقيني دايما اقعد في اي حته ما يبقاش شايفني، ابقى انا شايفاه بس هو ما يشوفنيش. لكن كل الرهبه دي دابت لما ابتديت اشتغل معاه في الفيلم